في الفيديو ده هنتكلم عن البروميثيوس. أول حاجة هنتكلم إيه هو أصلا البروميثيوس وإيه هي استخداماته وليه بيعتبر أداة مهمة قوي في البنية التحتية الحديثة، وبعد كده هنشوف مكونات البروميثيوس وإيه هي الأركتكتشر بتاعته، وبعد كده هنشوف مع بعض مثال بسيط عن الكونفيجريشن للبروميثيوس، وهنتعرف عن الخصائص الأساسية اللي خلته من أشهر الأدوات في المراقبة، خصوصا مع البيئات اللي معظمها بتتكون من الكونتينرز والكوبرنيتس لانها بيئات فيها ديناميكيه وغير تقليديه. فيلا بينا نبتدي بسم الله. فللي فيكم اول مره يشوفني، انا مصطفى مجدي وشغال كلاود اركتكت ريد هات. فالبروميثيوس اداه تم تصميمها علشان تراقب بيئات الكونتينرز والكوبرنيتس، ولكن كمان ممكن يتم استخدامه في البيئات التقليديه اللي بيبقى فيها سيرفرز عاديه والتطبيقات بتبقى متطبقه مباشره عليها. فعلى مر السنين اللي فاتت هتلاقوا معظم الناس اللي بيبقى عندها containerized environments دايما بيستخدموا البروميثيوس او بيتجهوا لاستخدام البروميثيوس. بس السؤال المهم هنا، ليه اصلا البروميثيوس مهم قوي كده ومعظم الناس بتبقى حريصه على تطبيقه؟ فمع مرور الوقت الديف اوبس بقى معقد اكتر واكتر، وعشان نقدر ندير البيئات دي يدويا الموضوع بيبقى صعب، فبالتالي كان لازم يبقى في حل علشان نقدر ندير البيئات دي بشكل اوتوماتيكي. فعادة بنلاقي شكل البيئات دي كالآتي: بيبقى عندنا عدد من السيرفرز وموجود عليها كونتينرز او ابلكيشنز شغاله على الكونتينرز، وبتكون في عمليات كتير شغاله على البنيه التحتيه دي، وكل حاجه متوصله ببعض بطريقه معقده شويه. عشان نحافظ على النظم دي تفضل شغاله بكفاءه كده من غير ما اي حاجه من التطبيقات دي تقع، ده تحدي كبير. فتخيلوا كده عندكم بنيه تحتيه معقده فيها سيرفرز كتير، ويا سلام بقى لو السيرفرز دي متوزعه في كذا جيوغرافيكال لوكيشن او اماكن مختلفه، وما عندناش اي خلفيه ايه اللي بيحصل على مستوى الهاردوير او التطبيقات. فممكن يبقى في مثلا نتورك كورد ضرب، او مثلا في ابلكيشن الاستجابه بتاعته بطيئه، او مثلا الميموري بتاعه سيرفر منهم اتملت للاخر، او في سيرفر الموارد بتاعته كلها مستغله وفي نقص موارد الى اخره من سيناريوهات. ففي البنيه المعقده زي دي وارد حاجات كتير ممكن تبوظ، او بمعنى تاني ممكن الخدمه اللي بنقدمها او الابلكيشن اللي بنقدمه يقف، وده اكيد ممكن ياثر على باقي الخدمات. وهنا بيكون عندنا مشكله اننا مش عارفين نحدد ايه اللي حصل بالظبط، وده بيحتاج وقت علشان نستكشفه ونحل المشكله. فتعالوا ناخد مثال محدد اكتر. دلوقتي نفترض ان احنا عندنا سيرفر الميموري بتاعته كلها اتملت، وده خلى كونتينر مسؤول عن اليوزر داتابيز يقع، والداتابيز دي كانت مستخدمه مع خدمه البيمنت جيت واي للعملاء بتوعنا وعلى تطبيق المتجر الالكتروني، وده ادى ان المستخدمين على المتجر الالكتروني ما بقوش عارفين يعملوا اي عمليات شراء. ومع استهلاك الميموري الزياده ده كمان خلى استجابه اليو اي او الداشبورد للمتجر الالكتروني بتاعنا بطيء واستجابته بطيئه. فمعظم المستخدمين زهقوا وراحوا يشوفوا متجر الكتروني تاني بيقدم نفس الخدمه او نفس البرودكت. فجيتوا حضراتكم تسالوا طيب انا هعرف المشكله منين؟ فبنيجي ونشمر وبنبدا بالعكس لحد اما نوصل للمشكله الفعليه اللي هو استهلاك الميموري، وساعتها نفكر في حلول ونشوف هنزود الميموري دي ازاي. وكانت عمليه البحث عن السبب الرئيسي للمشكله كان هيبقى اسهل واسرع لو عندنا نظام او اداه تراقب الخدمات دي بشكل مستمر وتنبه المسؤولين اول اما يحصل مشكله، فبالتالي كنا هنعرف بالظبط ايه اللي حصل. لا كمان الافضل من كده ان الاداه او النظام دي تقدر تكتشف المشكله قبل ما تحصل وتبعت انذار للمسؤولين قبل ما تحصل المشكله عشان يقدروا يتجنبوا اصلا انهم يقعوا في المشكله دي. فعلى سبيل المثال ان الاداه دي تفضل تراقب استهلاك الميموري على كل سيرفر بشكل دوري، واول لما الاستهلاك يوصل لحد معين هنقول مثلا 80%، فتبتدي تدي انذار للمسؤولين ان الاستهلاك عدى الحد المسموح. فكده الميموري بتاعتنا هيتم استهلاكها بشكل كبير، وممكن الاداه دي تبلغ اللوج كولكتور وتبلغ اللوج اناليتكس سولوشن زي الالاستيك سيرش وتقول له ان الميموري وصلت للحد المسموح، ويقدر ساعتها المسؤولين يشوفوا اللوجز ويعرفوا ان المشكله اللي هتحصل هتبقى بسبب الميموري، ويبتدوا ياخدوا خطوات من بدري علشان يعدلوا او يعدوا الموقف قبل ما اي مشكله تحصل. وهنا تيجي اهميه البروميثيوس لانه بكل بساطه بيقدم الحلول دي بطريقه آلية ومنظمه، وده اللي بيخليه جزء من الديف اوبس ورك فلو. ازاي بقى البروميثيوس بيشتغل، او بمعنى تاني ايه هو الاركتكتشر الخاص بالبروميثيوس؟ في جوهره او في الكور البروميثيوس فيه مكون رئيسي اسمه البروميثيوس سيرفر، وده اللي بيقوم بعمليه المراقبه الفعليه.
وهو متكون من 3 أجزاء. أولًا في قاعدة بيانات علشان تخزن البيانات الزمنية، أو زي ما بنقول عليها الtime series database، وده اللي بيتخزن فيها كل البيانات الtime series اللي هي الmetrics، زي استهلاك الCPU أو استهلاك الmemory إلى آخره. تاني حاجة عندنا الworker اللي مسؤول عن استرجاع البيانات، أو زي ما بنقول عليه الdata retrieval worker، وده بيبقى مسؤول عن إنه يجيب أو يسحب الmetrics اللي قلنا عليها من التطبيقات أو الservers ويروح يخزنهم في الtime series database. تالت جزء هو الHTTP server، وده اللي بيستقبل أو بيقبل الطلبات اللي جاية للبروميثيوس عشان اليوزرز أو المستخدمين تقدر تستخدم البروميثيوس من خلاله. والويب سيرفر API ده بيستخدم علشان يعرض الداتا على الداشبورد، سواء بقى من البروميثيوس داشبورد أو أي أداة تانية تقدر تعرض الداتا دي زي الجرافانا. فالبروميثيوس بيقدر يراقب حاجات كتير، ممكن تبقى سيرفرز عليها لينكس أو ويندوز، أو تطبيقات وخدمات زي الانجن اكس إلى آخره. وفي لغة البروميثيوس الحاجات اللي بيراقبها دي اسمها تارجتس، وكل تارجت بيبقى ليه وحدات مراقبة أو يونتس. فمثلا لو بنراقب سيرفر ممكن اليونتس بتاعته تبقى السي بي يو يوزج، وممكن يبقى الستورج اي اوز او الستورج كاباسيتي، ممكن تبقى الميموري يوزج الى اخره. ولو التارجت عندنا هو تطبيق او ابلكيشن ممكن اليونت تبقى مثلا عدد الريكوست او الريكوست ديوريشن، واليونت دي بقى اللي بنقول عليها الميتريك. فكل ميتريكس دي بتتخزن في التايم سيريز داتابيس. والبروميثيوس بيستخدم صيغه نصيه قابله للقراءه البشريه لعرض الميتريكس دي، وكل مدخل من الميتريكس دي بيكون فيه خاصيه هيلب وتايب، ودول علشان يسهلوا قرايه وفهم الميتريكس. والهيلب هو مجرد وصف للميتريك، والتايب بيحدد نوع الميتريك. والتايب بيكون فيه 3 انواع. اولا ممكن يبقى عندنا ميتريك بيقول لنا عدد الحاجه معينه، زي الحاجه دي حصلت كام مره، وممكن يبقى جاوج اللي هو الكميه او الفاليو لحاجه معينه، زي مثلا كم استهلاك الميموري في الوقت ده. واخر نوع الهيستوجرام، وده بيستخدم لقياس الوقت او حجم حاجه معينه، زي مثلا لو عايز اعرف حجم الريكوست للابلكيشن بتاعي قد ايه. فالبروميثيوس بيشتغل كالاتي: اول حاجه الداتا ريتريفل وركر هيبتدي يسحب الداتا من التارجتس باستخدام ال HTTP endpoints، وعشان الوركر يقدر يعمل ده لازم الداتا تبقى في فورمات معين البروميثيوس يقدر يفهمه، وده من خلال ان التارجت بيبقى فيه عنده اكستنشن سلاش ماتريكس. طيب السؤال هنا، لو انا السيرفيس بتاعتي او السيرفر بتاعي مفيش الاند بوينت دي، وساعتها السيرفيس دي بتحتاج مكون اضافي اللي اسمه الاكسبورتر. فبكل بساطه الاكسبورتر عباره عن سيرفيس زياده هتضاف للتارجت، وكل اللي هيعمله هيجمع الداتا او الميتريكس دي ويحولها لصيغه البروميثيوس يقدر يفهمها، وبعد كده يعرض الداتا والميتريكس اللي جابها من التارجت في اند بوينت سلاش ميتريكس عشان البروميثيوس يقدر يتعامل معاها. فزي ما قلنا البروميثيوس بيعمل بول او سحب للميتريكس من التارجتس، ودي حاجه بتميز البروميثيوس، بل بالعكس ده عنصر مهم من شغلته، لان معظم انظمه المراقبه كمثال زي الامازون كلاود واتش وغيرها من انظمه بتعتمد على البوش، بمعنى تاني انها بتعتمد على ان التارجتس هي اللي تعمل بوش للميتريك للنظام المراقبه، على عكس البروميثيوس. وده بيوفر مزايا كتير، منها ان ممكن نكتشف الخدمه شغاله ولا لا، لان لو معتمدين على نظام البوش البروميثيوس مش هيقدر يسحب بيانات من الاند بوينت بشكل دوري في وقت محدد. وكمان بيوفر عبء على الشبكات لان مفيش ضغط مستمر على البنيه التحتيه بسبب البوش المستمر، وغيرها من مميزات ممكن تشوفوها من الدوكيومنتيشن الخاصه بالبروميثيوس، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. وعشان نقدر نعمل الكلام ده كله محتاجين نعمل كونفيجريشن للبروميثيوس. فازاي بنقدر نعمل كونفيجريشن للبروميثيوس انه يقدر ينفذ المهام دي كلها؟ فده كله بيتم ان احنا بنعمل كونفيجريشن للبروميثيوس من خلال الكونفيجريشن فايل اللي اسمه prometheus.yaml. وفي الفايل ده بنحدد ايه هي التارجتس اللي هنراقبها وهنجمع منها البيانات، وبنحدد الانترفال او التكرار لجمع البيانات دي. وبيستخدم البروميثيوس سيرفيس ديسكفري ميكانيزم او آلية اكتشاف الخدمات علشان يلاقي الاند بوينتس الخاصه بالتارجتس. وده مثال للكونفيجريشن فايل بسيط. فالفايل بيبقى متقسم لكذا سيكشن. اول جزء الجلوبال كونفيج، وده بيبقى متعرف فيه اول حاجه السكريب انترفال، وهنا بنحدد التكرار البروميثيوس هيعمله علشان يجمع البيانات من التارجتس. وبعد كده عندنا جزئيه الرول فايلز، بتحدد ايه هي القواعد لتجميع قيم المقاييس وانها تنشئ
تنبيهات لمّا الشرط اللي إحنا حاطينه يتحقق، زي مثلًا لو إحنا حاطين شرط لمّا الstorage تتملي بنسبة 70% يبعت تنبيه، والevaluation interval اللي موجود في قسم الglobal هيبتدي يحدد للprometheus يراجع ويقيّم الشروط اللي إحنا حطيناها دي كل قد إيه، وآخر جزئية هي الscrap configs، وهنا بيتحدد فيها إيه هي الموارد أو الresources اللي الprometheus هيبتدي يراقبها، وهنا الجزئية اللي بنعرّف فيها الtargets بتاعتنا. في بقى سؤال أكيد كلكم سألتوه، طب يا مصطفى هو الprometheus إزاي بيقدر يبعت التنبيهات دي ويحدد مين اللي يستقبلهم، وبيعمل الكلام ده كله إزاي؟ وده سؤال رائع جدًا يدل على إنكم مركّزين. وهنا في مكون مهم جدًا اسمه الalert manager، وده مسؤول إنه يرسل التنبيهات عن طريق طرق كتير، زي مثلًا إنه يبعت التنبيهات دي على الإيميل أو عن طريق Slack إلى آخره من أنظمة إحنا عاملين لها integration مع الprometheus علشان تقدر تستقبل التنبيهات دي. فالprometheus بكل بساطة هيروح هيقرا الalert rules اللي إحنا حاطينها في الconfiguration file، ولو الشرط اللي إحنا حاطينه اتحقق فهيبتدي يبعت للalert manager وإن الشرط اتحقق، وإن الalert manager يبعت التنبيه على حسب الطريقة اللي إحنا عاملين لها configuration. والسؤال المنطقي اللي بعده، طيب هو الprometheus بيخزن كم الداتا اللي بيجمعها دي فين؟ ولو أنا عندي أنظمة مراقبة تانية إزاي تقدر تشوف الداتا دي؟ فالprometheus هيبتدي يخزن الداتا دي في ديسك أو storage system solution عندنا، ويبتدي يخزن البيانات دي بتنسيق خاص للوقت أو في time series format. عشان كده مش بنقدر نخزن البيانات دي في relational databases زي الMySQL كمثال. فبعد ما الprometheus بيخزن الميتريكس دي في الdatabase بيسمح للمستخدمين إنهم يقدروا يتعاملوا مع الداتا دي من عن طريق إن المستخدمين يبعتوا PromQL queries، وزي ما قلنا علشان نقدر بعد كده نعمل تصور للبيانات دي ممكن نستخدم أدوات زي الGrafana اللي بتعرض البيانات دي في شكل جميل وسهل إن إحنا نقراه. طب دلوقتي إحنا قلنا إن البروميثيوس مش بيقدر يخزن البيانات دي في relational databases، ولازم نخزن البيانات دي في database تكون بتفهم time series queries زي الداتابيزز اللي بتكون مبنية على الkey value data structure store، أو زي ما بنقول time series database. من أشهر الأمثلة المستخدمة الRadius، فممكن تشوفوا الفيديو ده اللي هيتكلم فيه باستفاضة وهيكون كورس مكثف عن الRadius. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.